السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع في قناتكم قناة الكابتن محمد. نادي الهلال عنده مواجهة إفريقية ضد يانج أفريكانز التنزاني، يحتاج إلى نقطة وحيدة من أجل حسم صدارة المجموعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، ومطالبات من أيوب غزالة لاعب مولودية الجزائر للاعبي نادي الهلال بالفوز على يانج أفريكانز، مع احتمالية فوز المولودية على مازيمبي عندما يستضيفونه في ملعب 5 جويلية في الجزائر من أجل حسم المقعد الثاني خلف الهلال. بالنسبة للمولودية، هل نادي الهلال يكون في نزهة إفريقية ضد يانج أفريكانز بالبدلاء والاحتياطي بصفة أنه ضامن التأهل والتواجد في دور ربع النهائي، أم يلعب المباراة وكأنها فرصة أخيرة من أجل حسم الصدارة؟ منتظر رأي حضراتكم طبعا في قسم التعليقات. هبدأ عنوان المباراة من الصحف التي قالت: تأهل نادي الهلال وسباعي عربي يبحث أن يكون على غراره في الأدوار الإقصائية. إشارة هنا إلى ضمان التأهل كنادي وحيد متأهل من الجولة الرابعة إلى دور ربع النهائي، ونادي الهلال السوداني بعدما وصل للنقطة العاشرة من أصل 12 كأكثر الأندية حصولا على نقاط في دوري الأبطال. بالنسبة لتفاصيل مواجهة الهلال ضد يانج التنزاني الأحد القادم بإذن الله تعالى 12 من يناير الساعة 9 مساء توقيت السودان، هو نفسه توقيت مصر وليبيا، 8 مساء في تونس والجزائر والمغرب، هيكون الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما في ملعب شيخ بيدا في موريتانيا هيكون الساعة 7 مساء. طبعا كلنا عارفين ان بيكون في استوديو تحليلي خاص بالمباراة عبر قنوات بين سبورت، احتمال قناة HD6 الناقل الحصري للمواجهة. طبعا هنطلع نتكلم مرة تانية مع حضراتكم فيما يخص هذه المواجهة إن شاء الله تعالى. ولكن نادي الهلال شفنا تعادله مع نواكشوط كينج الموريتاني في بطولة الدوري الموريتاني بالأمس، وعايز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة: لا خوف على الهلال في الدوري الموريتاني، مع 3 مواجهات مؤجلة، فارق نقطتين عن الصدارة. ولكن بصفة أن نادي الهلال بيلعب مباريات مهمة في دوري الأبطال، فبيكون قائمة مبارياته في الدوري الموريتاني بالاحتياطيين مضطر لها فلوران إبنجي عندما يضمن التأهل الرسمي في دوري الأبطال سيلعب بكل قوة ويركز في الدوري الموريتاني، فلا حاجة للقلق على نادي الهلال في مشوار الدوري الموريتاني عشان الكل يكون مطمن من ناحية من هذه النقطة. أما بالنسبة لمباراة يانج أفريكانز فهو فاز في تنزانيا على الفريق التنزاني في الجولة الأولى من دوري الأبطال، وهو قادر على تحقيق 3 نقاط أيضا والوصول للنقطة 13 وحسم الصدارة قبل النهاية بجولة. كده ده التفاصيل اللي معانا النهارده، موعد وتوقيت المباراة وظروفها، وماذا يحتاج الهلال من أجل ضمان الصدارة، وموقف المجموعة الأولى. مولودية الجزائر هيكون عنده مباراة على ملعبه مع مازيمبي، هذه المواجهة ستلعب الجمعة، بينما مواجهة الهلال مع يانج ستلعب الأحد إن شاء الله تعالى. واتكلمت معاكم على أيوب غزالة اللي طالب لاعبي الهلال بالفوز عشان يضمن أو يخدم النادي الجزائري من أجل التأهل لرفقة الهلال عن المجموعة الأولى. لو كملت الفيديو معايا للنهاية فأنا منتظر تعقيب حضراتكم طبعا حول هذه النقاط، ولا تحرمنا من دعمك، لايك وشير واشتراك. دمتم في أمان الله وحفظ.